اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبايب قلبي الحلوين، وحشتوني كتير كتير. عاملين ايه النهارده؟ يوم مش عادي، يوم بقى جاي لي دور برد فيه شديد، مكسر عظمي في لحمي في كله، منيش قادره ان انا اتحرك من مكاني. بس حاولت ان انا اقاوم واقوم وارتب الحته كده، وافتح البلكونه والشبابيك وادخل الهواء واعدل الحته، بحيث لو كان في طاقه سلبيه او كده انها تمشي، تمشي بعيد عننا. حبايب قلبي، لو لسه اول مره بتتابعوني ما تنسوش تتابعوا امنيه غزال، لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم مني كل جديد. وشغلنا البخور ودخلنا على الاوضه كده بتاعه الاطفال، وابتديت ان انا ابخر. عايزه اغير وعايزه اكسر الروتين اللي انا فيه. حاسه بملل، حاسه بتعب، وانا ما بحبش استسلم للتعب. دور برد من العيار التقيل، مش قادره ان انا اتحرك. دعواتكم ليا بالشفاء العاجل يا رب. قلت بقى كده اما اقوم وبخر الشقة واشوف اللي ورايا، اروق الحتة، لو فرشة سرير مثلا مش معدولة اعدلها، الركنة بره في الصالة اعدلها، اظبط الدنيا، اكنس، اروق. لان الحاجات دي يعني على الاقل لو انتي قاعدة في حتة نظيفة، راحتك النفسية مش هيبقى تعب وتعب نفسي وتعب جسدي، يبقى في راحة نفسية، يبقى على قد التعب الجسدي اهو سهل. يعني انا عندي تعب الجسدي اهون بكتير، يعني 1000 مرة من التعب النفسي. فعلشان كده بقى قمت وقلت اتنشط، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، صلى على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ونشوف كده حتتنا، ونشوف يومنا يبتدي بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. وهل في فعلا يا امنيه قله ادب مع ربنا؟ ايوه، في قله ادب مع ربنا. طب ايه هي قله الادب اللي بتكون مع ربنا؟ انك تبص لرزق غيرك وما تحمدش ربنا على رزقك واللي ربنا اداهولك. دي اسمها قلة ادب، واسمها عدم الايمان بالله، واسمه كمان ان انت ما انتش راضي، عندك عدم رضا باللي ربنا كاتبهولك واللي ربنا قاسمهولك وبرزقك. كلنا متقسمة الارزاق بينا 24 قيراط، كل واحد واخد فينا ال 24 قيراط بتوعه. في ناس جاي لها الرزق بتاعها في ولادها، في ناس جاي لها رزقها في صحتها، في ناس جاي لها رزقها فلوس، في ناس. انتوا ما تعرفوش الحاجة المستخبية عند كل واحد فينا. كلنا عندنا حاجات مستخبية. مش معنى مثلا ان انا كأمنية بطلع اوريكم عيشتي، او اوريكم مثلا انا طبخه ايه النهارده، او انا عامله ايه النهارده، او انا نظفت حتتي ازاي، او انا جبت ايه او اشتريت ايه، حاجات من هذا القبيل. ان انا حياتي 24 قيراط ماشيه 100 فل وعشرة، ويا سلام، شوفوا يا بختها وشوفوا عيشتها. واحنا ليه ما احناش كده؟ انتوا ما تعرفوش الجانب المظلم. محدش بيصور خيبته. مفيش حد مثلا هيطلع لك صباح الخير، انا النهارده مثلا استلفت 500 جنيه علشان اروح اجيب الدواء بتاعي. صباح الخير، انا النهارده مش عارف ابني تعبان ومش لاقي فلوس ان انا اكشف عليه. لا، كلنا بنقول صباح الخير، نهارك سعيد، انا النهارده اسعد يوم في حياتي. كل واحد بيطلع الحلو اللي جواه علشان يتفائل، علشان يعرف يعيش. انما هنحط الحزن على راسنا، مش هنعرف نعيش ومش هنعرف نعدي اليوم، وهنمرض، وهيبقى الكآبة كآبتين، ويبقى بدل ما يبقاش معاك فلوس، لا، مش معاك فلوس ومريض وحزين وبائس. فتخيل بقى عدم الرضا بيوصلك لإيه. عدم الرضا بالله، وعدم الرضا بالمكتوب لك، وعدم الرضا بحاجات كتير بيوصلك لهلاك حرفيا. انا نفسي كلنا نقول الحمد لله، نفسي كلنا نقول الحمد لله على كل شيء. كل الايام بتعدي، اهم حاجة ان احنا قادرين نعدي يومنا، قادرين نمشي، قادرين ان احنا نتنفس. الحمد لله على نعم كتير احنا ما احناش واخدين بالنا منها. يلا قومي كده، استعيذي بالله وصلي على النبي وتنشطي وخلصي اللي وراكي. ما تسيبيش حتتك كده تضرب تقلب، ما تسيبيش الدنيا كده حواليكي تكتئبي وتكرهي عيشتك وحياتك. قومي كده شوفي اللي وراكي، صلي على النبي كتير كده، وقول اللهم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. زي ما انت شايفة كده، دخلت لقيت الأوضة بتاعة الولاد تضرب تقلب. شلت الملايات وفتحت الشبابيك، وابتديت ان انا الحاجة اللي ملهاش لازمة أعينها تحت السرير، الحاجة اللي عايزة تتعان تتعان، الهدوم اللي عايزة تتطبق تتطبق. طبعا الألعاب لازم تترص في مكانها. نبتدي كده نشوف اللي ورانا. إنما ما تستسلميش. لو استسلمتي مش هتلاقي غير الكآبة، ومش هتلاقي غير الفقر، ومش هتلاقي غير النكد. الاستسلام وحش جدا جدا جدا. شوفي اللي وراكي، شوفي عيشتك. لما اجي اتكلم عن نفسي وابص لنفسي، قبل كده انا كنت ايه ودلوقتي مثلا بقيت ايه؟ انا بحمد ربنا على كل شيء. بس انا لو كنت الاول إيه، زي ما اتقالت لي بالظبط كده، انت يا امنيه بتحطي ايدك في التراب يكون دهب.
تاجرت في كل حاجة، عملت كل حاجة، ما سبتش اي حاجة ما عملتهاش. تربية فراخ كنت تلاقيني، مثلا هدوم كنت تلاقيني، بطاطين تلاقيني، كل حاجة حرفيا كنت بتاجر فيها. ملابس، تربية فراخ، بيع بيض، بيع الحاجات دي كلها. مش معنى كده ان انا كنت محتاجة، لا، انا كنت بحب الشغل وما زلت بحب الشغل، بحب ان انا ابقى مستقرة، وبحب ان انا يبقى عندي حاجتي لوحدي، ان انا عامله نفسي مثلا. فعلشان كده كنت بحاول وكنت بعمل وكنت بشتغل، بس محدش رحمني، محدش رحمني حرفيا. كل ما كنت مثلا اقول كلام الناس تحت رجلي وابتدي وامشي وانفض ومش عارف ايه وكده، الاقي الدنيا بتتقلب معايا فوقاني تحتاني زي ما بيقولوا. الحمد لله، انا بحمد ربنا انها ما جاتش في اي حد من عيالي، وان العين جت في الفلوس، ان العين اصابتنا في رزقنا. الحمد لله، ما عنديش مشكلة في اي حاجة، كله خير، والله بحمد ربنا على كل شيء. بس في ناس حوالينا كتير بقى نقمة على عيشتها، نقمة على حياتها. اقولك انا اشمعنى ما بيحصل، اشمعنى فلانة يحصل معاها مثلا جوزها بيحبها وولادها حواليها بيسمعوا كلامها وعيشتها ماشية تمام، وانا كل يوم والتاني عندي مشاكل، وانا مثلا حماتي متسلطة، انا مثلا زوجي بخيل عليا في المشاعر، بخيل عليا في الفلوس. اشمعنى اشمعنى اشمعنى؟ كل ما تقولي اشمعنى كل ما حياتك تضيق اكتر، كل ما حياتك تتعثر اكتر، كل ما تبقيش راضية اكتر، كل ما الحياة تبوظ اكتر. الرضا، الرضا بالمكتوب ده حاجة، دي نعمة من عند ربنا، والله العظيم نعمة من عند ربنا. فكلامي النهاردة في الفيديو ان احنا نرضى بالمكتوب ونرضى بكل حاجة ربنا كاتبها لنا. انا كده زي ما انتوا شايفين، جت بنت اختي، ربنا يا رب يبارك فيها ويحميها ويحرسها يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. شافتني بقى كده قاعده تعبانه، لا يلا يا خالته، نتمشى شويه، تعالي ما اخرجك من اللي انت فيه ده شويه. ونزلنا زي ما انتوا شايفين. حبيت بقى ان انا اشارك معاكم واصور معاكم اليوم اللي انا خرجته. انا اصلا ما كنتش قادره امشي، ولا كنت قادره اتحرك، ولا كنت قادره اعمل اي حاجه، ولكن هي اصرت ان انا انزل معاها وان احنا نتمشى وان انا اغير جو، لان انا كانت نفسيتي كنت تعبانه. وبقول لها انا بحاول اغير من نفسي او احاول اغير من نفسيتي. قالت لي لا يلا شوفي بقى، لو وراكي طلب ولا حاجه تعالي نجيبه وتعالي نتمشى بقى شويه. زي ما انتوا شايفين كده بقى، قلت اما اصور معاكم، وجبت حبة منظفات، كان ناقصني منظفات مناديل المطبخ وحاجات من دي فجبتها. وكمان قلت لها انا نفسي في لب، قالت لي ماشي يلا، علشان ان شاء الله النهارده الساعة 9 معاكم ميعاد في لايف ان شاء الله. وهنناقش فيه مشكلة، يعني بجد المشاكل العائلية اللي بتواجهنا كلها، اللي في كل بيت، هنناقشها ان شاء الله الساعة 9. انا هنا جبت اللب، وكنت بقى مبسوطة جدا جدا جدا، تعبانة بس نفسيا، وده اللي كنت بتكلم فيه في اول الفيديو، بقيت مرتاحة. حبايب قلبي الحلوين، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو وصلتوا للوقت ده من الفيديو ما تنسونيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.